حياكم الله اخوتي الطيبين. هذا مقطع فيديو خاص رد لاختنا الكريمه واصدقائنا الطيبين على سؤالهم بخصوص صنع محميه خاصه للبلاوي داخل المنزل. يعني اقل شيء او اقل قياس حسب المكان يكون عندكم مناسب، مثلا واجهه عرض متر ونزال متر وارتفاع متر، واذا عندك مساحه اكبر تقدر تسويها مثلا متر مربع دائري وارتفاع مترين. تقدر تضيف بداخلها نباتات صناعيه للزينه اذا كان بلاوي وحشيه، واذا بلاوي اليفه ماكو داعي تخليلها، ما تخلي شيء بداخلها داخل المحميه قصد. غير مجثم او طاسه عش بالوسط او بالزوايا وحده كلش كافي. اضافه ماكليه تخليها خارجيه او داخليه هم ما عليه اشكال، ومشربه تكفي عده ايام مثلا 3 ايام او 4 ايام، وصحن مي للسبح تخليه مثل هذا الطاسه. هذه اساسيات المحميه. اما تغليف المحميه تغليفها يكون تام، تغليفها من الجوانب والظهر تغليف تام، بس الوجهيه عندك تتركها بتغليف تور زراعي يحسس البلبل بالامان والاستقرار شويه، حتى البلبل شويه يركض وياخذ مكانه ويرتاح فيه. وعندك هذا التغليف التور راح يخلي يعني كانه تنفس للمحميه وما عليها اي اشكال. والجو الحار ترى هو زين للبلبل، يعني مكان المناسب هو الحر. وان شاء الله تشوفون الخير بهن والبركه. واي استفسار او سؤال اكتب لنا بالتعليقات، وان شاء الله ما نقصر وياكم بالرد.